السيدات والسادة مستمعي راديو أيامنا اف ام، أهلا بكم في نشرة لأهم الأخبار تقرأها عليكم علياء جاد. وإليكم العناوين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية. وزير التربية والتعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة. وزير الصحة والسكان يقدم عرضا حول فيروس HMPV ومعدل انتشاره. رئيس جامعة المنوفية يزور مقر مطرانية شبين الكوم لتقديم التهنئة. محافظ كفر الشيخ افتتاح سوق اليوم الواحد في مراكز بالمحافظة. أحمد عيد عبد الملك الزمالك سيعاني أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر. وإليكم التفاصيل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس، وذلك على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد شهد تأكيد الجانبين على عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان. خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل. خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عرضا حول فيروس التهاب الرئة البشري المعروف بفيروس HMPV. زار الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، حيث رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ مبادرة سوق اليوم الواحد لتوفير السلع المخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، حيث تم افتتاح سوق اليوم الواحد في 5 مراكز على مستوى المحافظة. أكد أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر ستكون صعبة للغاية. وإليكم النشرة الجوية. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة 20-11، الإسكندرية 19-11، مطروح 18-10. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، مع وعد بلقاء جديد. كانت معكم علياء جاد.